بالليل سحر ورامز جوزها كانوا قاعدين في الريسبشن، وفجأة فضل الباب يخبط جامد قوي. سحر تقريبا كانت في الثلاثينيات من عمرها. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط علينا في وقت متأخر زي ده؟ يا ترى مين يا رامز؟ مش عارف والله يا حبيبتي، استني لما اروح افتح الباب واشوف مين اللي جاي لنا دلوقتي. رامز راح وفتح الباب، وسحر مراته كانت واقفة وراه. أول لما فتح الباب اتفاجئوا بأختها جميلة، كانت أصغر من سحر وأحلى منها بشوية. كانت واقفة وعمالة تبكي جامد قوي. جميلة، مالك يا حبيبتي معيطة كده؟ ايه اللي جابك هنا وفي نص الليل؟ استني بس يا سحر، خلي اختك تدخل الأول وبعدين نعرف ايه اللي حصل معاها. اتفضلي يا جميلة ادخلي. جميلة أول ما دخلت الشقة جريت وحضنت رامز جوز اختها جامد. سحر كانت واقفة مصدومة من اللي هي شايفاه. أنا مش عايزة أرجع لأمجد تاني، أرجوك يا رامز خليني هنا علشان خاطر أنا عايزة أتطلق منه. سحر كانت واقفة ومستغربة اللي بيحصل. هو في إيه بس اللي حصل يا جميلة؟ وبعدين يا حبيبتي إيه شنطة الهدوم اللي معاكي دي؟ أيوة دي شنطة هدومي، أنا خلاص مش عايزة أرجع له تاني. رامز أخدها من إيديها. طيب يا جميلة، تعالي نقعد كده وتحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. كلهم راحوا وقعدوا في الريسبشن، وجميلة بدأت تحكي. ده واحد بشع، أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أعمل كده في نفسي وأتجوز واحد زي ده. أنا اللي رميت نفسي في الرمية دي. سحر بصت لها باستغراب. هو جوزك ضايقك في إيه بس يا جميلة؟ ولا يكونش هو اللي طردك من البيت دلوقتي؟ طردني إيه بس يا سحر؟ ده أنا هربت من البيت. هو أصلا كان عاوز يسيبني؟ ده ما برضاش يسيبني خالص، ده ما بيشوفش غير نفسه وبس، عمره ما عارف يحبني ولا بيهتم بيا. رامز بصلها. ما انت عارفة يا جميلة ان امجد بيحبك واكيد بيغير عليكي، يمكن بس اوقات بيتعصب عليكي شوية. هو انت مفكر ان امجد زيك يا رامز؟ هو في الدنيا زيك؟ يا ريته كان بعمل معايا ربع اللي انت بتعمله ولا حتى عشره. يا بختك يا سحر. سحر كانت قاعدة متضايقة قوي من كلام اختها، بس كانت مقدرة زعلها من جوزها. معلش يا جميلة يا حبيبتي، مهما حصل ما تسيبيش بيت جوزك برضو. وبعدين انا ورامز هنقوم نلبس دلوقتي وننزلك على بيتك تاني. ما ينفعش تسيبي بيتك كده من ورا جوزك، عيب قوي يا حبيبتي، احنا متربناش على كده. بس انا مش عايزة ارجع تاني، ارجوكم سيبوني هنا كام يوم. ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش تباتي بره بيتك، هنروح هناك ونشوف جوزك ماله. سحر ورامز قاموا ودخلوا اوضه النوم علشان يلبسوا. في الاوضه سحر كانت بتبص لجوزها باستغراب. ممكن افهم ايه اللي حصل بره ده؟ مالك يا سحر، ايه اللي حصل؟ هو انت بتسألني؟ انت مش عارف ايه اللي حصل ولا كنت واخد بالك؟ انت هتستهبل فيها يا رامز. لو سمحت وطي صوتك معلاش عليا مرة تانية، اختك بره وكده هتسمعنا. تعالي بس نرجعها على بيتها، ولما نرجع يا ست نبقى نتكلم. ماشي يا رامز، انا هسكت دلوقتي، بس لنا كلام تاني بعدين لما نرجع على بيتنا ونكون لوحدنا. طيب انا هخلص لبس بسرعة وهخرج استناكي بره لغاية ما تخلصي. رامز خرج وقعد مع جميلة، وسحر فضلت متضايقة. بعد ما خلصت لبس خرجت، اتفاجئت بجميلة اختها، كانت قاعدة جنب رامز على الكنبة وحضناه وعمالة تعيط، وكان ماسك مناديل وقعد يمسح في دموعها. والله العظيم يا رامز انا مش عايزة ارجع له، ارجوك يا رامز علشان خاطري ما تودينيش عنده، انا عايزة اعيش معاكم هنا. يا جميلة اهدي بس، انا لما اشوفه مش هرحمه وهجيب لك حقك، ما تقلقيش طول ما انا جنبك. سحر كانت واقفة متغاظة قوي، راحت وقفت قدامه مربعة ايديها. مش يمكن تكون انت اللي غلطانة يا جميلة؟ انت طول الوقت بتجيب السبب على جوزك، ما يمكن المرة دي انت اللي غلطانة. انا برضو غلطانة؟ ده على فكرة هو ما بيعملش حاجة صح ابدا. طيب يلا روح على بيتك دلوقتي ونشوف ايه اللي حصل هناك. في بيت جميلة اول ما دخلوا امجد شد جميلة من دراعها. بقى انت بتسيب البيت يا جميلة وتمشي من ورايا؟ ده انا هخلي يومك النهاردة مش معدي. مش انا قلت لكم؟ شفت يا رامز، شفت زي ما قلت لك بالظبط، ده واحد بشع. امجد اتعصب قوي. بقى انا بشع؟ ويا ترى بقى يا ست هانم قلت عليا ايه تاني؟ ما هو انت لو واحدة متربية ما كنتيش هتقولي الكلام ده على جوزك،
وبعدين هو مين رامز ده عشان تكلميه عليا اصلا؟ سحر كانت واقفة. ممكن تهدى بس يا امجد؟ خلينا نعرف نتفاهم، وما ينفعش تتعامل مع مراتك بالطريقة دي. اقعد كده خلينا نفهم ايه اللي حصل. وامجد كان متعصب وبدأ يحكي لهم اللي حصل. كانت بتكلم الست هانم وبتقول لها تروح تنظف الشقة عندها. اختك ردت عليها وقالت لها انا مش قادرة. رامز بصله. طيب ما هي عندها حق، انت ملزم بمامتك، لكن ما تجبرهاش ان تروح عندها. قول له يا رامز، قول له ما انا قلت له الكلام ده، لكن هو اللي ما فهمنيش. بقى انت بتقومها عليا يا استاذ رامز؟ وبعدين ما تروحش تخدم امي ليه بقى ان شاء الله؟ لا ده تبقى جزمة تحت رجلين امي، ولو مش عاجبها تروح على الاقرب حيطة وتخبط دماغها فيها. انا ما عنديش في الدنيا اغلى من امي، بعدين فيها ايه يعني لو ساعدتها؟ سحر كانت بتحاول تهديه. ممكن تهدى يا امجد، ده مهما كان تبقى مراتك، ولو انت متضايق من حاجة ممكن تتحل بهدوء. العصبية بتاعتك دي ما بتحلش حاجة. انا اللي عندي قلته يا سحر. اختك عايزة تفضل عايشة في البيت هنا يبقى تنفذ كلامي، ولو فكرت تحت اوامري فهتكون في الشارع. جميلة قعدت تبكي اكتر. هو انت مفكر ان انا عايشة معاك علشان بحبك؟ انا اللي مخليني عايشة هنا ومتحملة القرف ده هو بنته وبس، غير كده ما كنتش عشت معاك ولا يوم واحد. رامز حاول يهديها. خلاص بقى كفاية يا جماعة، ممكن تستهدوا بالله، المشاكل ما بتتحلش بالشكل ده. أمجد بدأ يهدى شوية هو وجميلة، وأول ما بدأوا يرجعوا لطبيعتهم سحر وجوزها روحوا على بيتهم في بيت رامز وسحر. أول ما دخلت الشقة رزعت الباب وراها جامد قوي. مالك يا بنتي بتهبدي الباب كده؟ ما بالراحة شوية، متعصبة كده ليه يا ست سحر؟ أنا عايزة أفهم إيه اللي حصل لما جميلة أختي كانت موجودة هنا. خير اللهم اجعله خير. حصل إيه يا ست سحر وأنا مش واخد بالي؟ أنا عايزة أفهم انتوا بأي صفة تحضنوا بعض بالشكل ده؟ وإيه العشم الزيادة اللي عند أختي يخليها أول ما تدخل البيت تجري عليك انت وتحضنك؟ المفروض أنا أختها كانت تعمل معايا أنا كده. وأنا مال أنا؟ هو أنا اللي قلت لها تعمل معايا التصرفات دي؟ لا أنت ما قلتهاش، بس المفروض أول لما تدخل تجري تبقى عليا أنا. إنما ده حتى ما بصيتش في وشي لما دخلت البيت، ولما خرجت من الأوضة لقيتها قاعدة جنبك على الكنبة وحضناك، وسيادتك كنت قاعد بتمسح دموعها. بذمتك دي تصرفات طبيعية؟ جرى ايه يا سحر؟ هو انت عايزة توصلي لايه بالظبط؟ وبعدين عيب قوي لما تتهميني في اختك، انت اكيد اتجننتي، هتغير عليا من اختك؟ غيرانة؟ لا طبعا، وبعدين هي فعلا اختي، بس برضو التصرفات دي ما تصحش وعيب. يا حبيبتي افهمي، جميلة دي تبقى اختك الصغيرة، ما تكبريش بقى الموضوع زيادة عن اللزوم. كل الحكاية ان هي ممكن تكون معتبريني زي اخويا الكبير، وكفايه بقى كلام في الموضوع ده، انا هدخل انام لان عندي شغل الصبح. رامز دخل الاوضه ينام، وسحر فضلت قاعده بتفكر في الريسبشن. معقوله فعلا اكون مكبره الموضوع وهي معتبرها زي اخوها زي ما رامز بيقول؟ حتى لو المفروض برضو ما كانتش تحضنه كده. انا مش مرتاحه للطريقه اللي بتحصل دي. لا انا لازم اطمن. سحر تعبت من كتر التفكير، وبعد شويه دخلت الاوضه ونامت جنب جوزها. تاني يوم الصبح في شقه جميله امجد كان بينادلها: يا جميله، انت يا زفت اللي اسمك جميله، انت يا وليه، انت فين؟ طلعت تجري وجت من المطبخ. عايز ايه بس يا امجد؟ عمال تزعق لي كده على الصبح. فين يا ست هانم القميص اللي قلتلك تغسليه من يومين؟ يوه نسيته خالص، شوف اي حاجه تانية البسها وانا يا سيدي هغسله النهارده. ايوه طبعا، ما الست هانم مش مخليه بالها من شغل البيت، بس هستنى ايه من واحده زيك؟ انت مستهتره وما بتعرفيش تعملي حاجه. انا همشي، ولما ارجع تكوني خلصت كل الغسيل وتكوني عملت الاكل. امجد اول ما نزل من البيت جميله طلعت تجري وجابت تليفونها وكلمت سحر. ازيك يا سحر؟ معلش يا حبيبتي تعبتك معايا امبارح انت ورامز جوزك. ولا يهمك يا جميله، ما تقوليش كده، خلي بالك من جوزك يا حبيبتي وما تعمليش معاه مشاكل، وربنا يهدي سركم. طيب انا عاوزاكي تشكري رامز كتير قوي، اصل انا متاكده ان هو دلوقتي في الشغل ومش فاضي، لولا كده كان زماني كلمته مخصوص علشان اشكره على وقفته جنبي. لا تكلمي لي، هوصل له يا حبيبتي سلامك، لما يرجع هبقى اقول له.
انا هقفل بقى دلوقتي، وانتي كمان روحي شوفي شغل بيتك، ملوش لازمه ان انت تعطلي نفسك. جميله قفلت التليفون وكانت بتكلم نفسها. يخرب بيت حظك يا شيخه، انا نفسي اعرف انت ليه واخده كل حاجه حلوه في الدنيا؟ امال بقى لو كنت حلوه زيي، بس هقول ايه، اذا كان الجمال نفعني كنت موقعتش الوقعه السودا دي، انما انت بقى واقعه واقفه يا سحر. جميله قامت تخلص شغل البيت بعد ما قعدت تقر على اختها شويه، وفي نص اليوم نزلت تجيب طلبات البيت من السوق، واتفاجئت بواحد من جيرانها كان واقف بيكلمها. يا استاذه جميله، قولي لجوز حضرتك ان احنا عايزين فلوس الاسانسير، ما ينفعش ان هو ما يدفعهاش لغايه دلوقتي، عاوزين نصلحه. هو حضرتك لما يرجع من الشغل يا ريت تكلمه بنفسك. استني بس هنا يا مدام، انا ريقي نشف من كتر ما بكلمه، وبعدين جوزك زودها قوي. فجاه امجد شاف مراته وهي واقفه في الشارع معاه، وراح ناحيه جميله. ممكن افهم ايه المنظر ده؟ انت ازاي تقفي مع ده في الشارع؟ الراجل اللي كان واقف معاها. كويس قوي ان انت جيت يا استاذ امجد، يا ريت يا مدام تقولي له بعد اذن حضرتك. امجد بص لها وزعق. كنت واقفه مع الراجل ده بتعملي ايه يا جميله؟ يوه، هكون يعني كنت بعمل ايه؟ وبعدين انت ليه رجعتي بدري النهارده من الشغل؟ طبعا كنت عايزاه انزل عشان بقى تعرفي تستغفليني كويس. انتقي ورد عليا يا مدام، كنت واقفه مع الراجل ده بتتكلموا في ايه؟ ولا حاجه، الراجل عايزك تدفع الفلوس اللي عليك، بدل يا اخويا ما احنا حنا تهد من طلوع السلم. بس انا مش هدفع، هستنى لما الجيران اللي فوقينا يدفعوا، وساعتها بقى هنطلع ببلاش، انما مش هدفع فلوس الاسانسير. ما انا قلت كده برضه، مش امجد اللي يدفع قرش. طيب نجر قدام على فوق، حضرين الاكل بسرعه. جميله طلعت بسرعه على الشقه، وجوزها طلع وراها. في شقه سحر كانت محضره الغدا وقاعده على السفره، ومستنيه رامز جوزها يرجع من بره. بعد ما رجع قعدوا هما الاتنين شويه. ما تزعلش مني يا رامز على الطريقه اللي اتكلمت بيها معاك امبارح، كان غصب عني يا حبيبي، انت فعلا كان عندك حق في كل كلمه قلتها، دي اختي والمفروض اني ما غيرش منها. انا كمان ما اقدرش ازعل منك يا سحر، وعلشان كده بعد ما نخلص اكل ايه رايك اما انزل انا وانتي نخرج نروح اي حته؟ ربنا يخليك ليا يا رامز. طيب ايه رايك لما نكلم جميله وجوزها عشان يجوا معانا؟ انت عارفه ان جوز اختك صعب قوي ومحدش بيقدر يتحمله، لو انت عايزه اختك تيجي معانا قول لها، انما جوزها مش عايزه اشوفه خالص. سحر فعلا كلمت جميله. ما تيجي معانا يا جميله انا ورامز، هنخرج ونروح المول شويه، ممكن بعد كده ندخل سينما. امجد كان قاعد جنب مراته ومخلاها فاتحه السبيكر بتاع التليفون عشان يسمع كل حاجه. بجد؟ يعني انت عايزيننا نيجي معاكم؟ فجاه امجد برق لجميله مراته، فهمت ان هو رافض. لا لا يا سحر، مش هينفع يا حبيبتي النهارده، اصل انا تعبانه، روحوا انتوا يا حبيبتي واتهنوا. جميله قفلت مع اختها، وامجد بدا يزعق لها. انا عايز افهم، تخرجي معاهم ليه بقى ان شاء الله؟ وازاي يتصلوا بيك ويطلبوا منك حاجه زي دي؟ امال المفروض كان يعملوا ايه يعني ان شاء الله؟ لا يا حبيبتي، المفروض يتصلوا بيا ويستأذنوني، وانا اللي حدد اذا كنت اوافق ولا لا. هم مفكرينها سايبه ولا سايبه، وكلام من غير بواب عشان يكلموكوا تخرجي معاهم كده من غير حتى ما يفكروا يستأذنوني؟ خلاص بقى كفايه، مدين يا اخويا قلت لهم ان انا مش خارجه ومش رايحه حته، بعدين ايه القرف ده؟ دي انت شايف جوزها بيخرجها وبيهنيها وانا مرزيه قاعده هنا في البيت. ايوه يا جميله، هفضل كده طول الوقت كاتم على نفسك لغايه ما تتربى من اول وجديد. اعملي حسابك يا ست هانم، النوم شويه وهتيجي عشان تعملي لها الغدا. اعمل اكل تاني؟ هو بعدين انت سايب اصلا حاجه في البيت علشان اعملها؟ انا كلمت البقال يجيب شويه حاجات وهيجيب لك فرخه، اول ما يجيبها تعمليها. طبعا عشان الست والدتك جايه جيت على نفسك وجبت الفرخه، انما انا لو طلبت منك اي حاجه بتقولي لا. جميله اتمسح علشان ما ازعلكيش، قومي يلا خلصي. لو فكرت تعملي اي حاجه تضايقني لما مامي تبقى موجوده، ولا فكرت حتى تضايقيها، مش هيحصل لك كويس. جميله قامت تخلص الاكل وتنظف البيت. بعد شويه هلا مامة امجد جت. وانتي يا حبيبتي مش ناويه تخلفي حته عيل تاني ولا ايه؟ ولا امجد ابني
هيبقى عنده بنت وخلاص. لا يا طنط، انا بقول كفاية علينا اول بنت. ليه بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ انت عايزة بنتك تطلع وحيدة وملهاش حد؟ ما انا هبقى لها يا طنط، ما انا موجودة جنبها، لو احتاجت اي حاجة هتلاقيني في ظهرها. ده على اساس يعني ان انت هتعيش لبنتك العمر كله؟ يا اخت خلفي لها حتة عيل وخلوهم يفرحوا ببعض كده ويلعبوا سوا، احسن يعني ما تكبري. خلاص يا طنط، الموضوع ده انا قفلته انا وامجد من زمان، وبعدين انا شايفة ان انا وامجد اللي نقرر حاجة زي دي، مش اي حد يقول لنا خلفوا فنخلف. امجد في الوقت ده اتعصب قوي. في ايه يا جميلة؟ انت ازاي تتكلمي مع ام بالطريقة دي؟ يا سيدي انا ما قلتش حاجة، انا قلت ان الموضوع ده يخصني انا وانت وبس، واعتقد ان دي الحقيقة. لا يا حبيبتي، اللي يخص ابني وبيت ابني يبقى يخصني انا كمان. خلاص يا ام سيبك منها، كل يا حبيبتي بدل الاكل ما يبرد. كلهم بدأوا ياكلوا بعد ما خلصوا. هالة قامت هي وامجد وقعدوا في الريسبشن قدام التلفزيون. خلي اللي ما تتسمى دي تعمل لنا اي حاجة نشربها. تلاقيها واقفة تعمل دلوقتي يا امي. يا امجد خلي بالك، البت دي هتتفرن عليك، اكسر لها ضلع يطلع لها 24. معقولة يا ام اكتر من اللي انا بعمله معاها؟ ده انا مخلاها تكره نفسها. كويس يا اخويا، علشان ما تخرجش عن طوعك يا ابني. فجأة جميلة راحت قعدت معاهم. اعملي حسابك يا جميلة، بكرة هتيجي تنضفي معايا الشقة بتاعتي، اصلا انا صحيت على قدي يا حبيبتي. بس انا بكرة مش فاضية يا طنط، ورايا مشاوير. امجد برق لمراته. مشاوير ايه بقى ان شاء الله؟ مشاوير ايه اللي طلعت لك فجأة كده؟ بكرة هروح اقدم لبنتنا في الحضانة. خلاص، بعد ما تخلصي ابقي تعالي لي، انا هقوم امشي بقى دلوقتي وهستناكي بكرة. هالة مشيت وامجد وجميلة فضلوا يزعقوا ويتخانقوا طول الليل. وبعدين الست والدتك دي هي مالها؟ نخلف ولا ما نخلفش؟ ما تتدخلش في اللي ملهاش فيه. لا مالها ونص، وبعدين الست دي تبقى امي، اتكلم عنها باحترام لو سمحتي. هقول لك ايه، ما انت ماشي ورا كلامها طول الوقت. اعمل حسابك، انت بكره لازم تاخد اجازه من الشغل عشان تيجي معايا نقدم للبنت في الحضانه. انا مش هاخد اجازات علشان حد، اجازه يعني خصم من المرتب، يعني بعد كده مش هنلاقي القرش عشان ناكل. انت ايه يا اخي؟ بقول لك خد اجازه علشان بنتك، هي بنتك اي حد؟ انت كانك بتتكلم عن حد من الشارع. لو الست والدتك قالت لك خد اجازه اكيد هتاخد اجازه على طول. وقال ايه؟ عايزانا نخلف تاني. جميله دخلت تنام جنب نوره بنتها، وامجد بعد شويه دخل نام في الاوضه لوحده، والصبح راح على شغله. تاني يوم جميله لبست وراحت على بيت سحر اختها، كانوا قاعدين في الريسبشن. ايه ده، انت اجازه النهارده ولا ايه يا رامز؟ ايوه يا جميله، اصل انا تعبت شويه فقلت اريح النهارده. الف سلام عليك يا رامز، ده انا النهارده كنت هروح اقدم لنورة بنتي في الحضانه، بس زي ما انتوا عارفين امجد مرضيش يجي معايا فمعرفتش اروح لوحدي. سحر بصت لها. خلاص ما تزعليش نفسك، ايه رايك كان هلبس واجي معاكي؟ بجد يا سحر؟ طيب يا رامز ما تيجي انت كمان معانا، ولا خلاص انت تعبان؟ لا لا مفيش حاجه، انا هقوم البس واجي معاكم بسرعه. سحر كان متغاظ قوي. بس يا رامز انت تعبان يا حبيبي، خليك هنا، وانا واختي هنروح نقدم لها في الحضانه وهنيجي على طول مش هنتاخر. لا يا حبيبتي لازم اجي معاكم، ما ينفعش تروحوا لوحدكم، لازم يكون معاكم راجل. رامز وسحر قاموا لبسوا ونزلوا مع جميله في العربيه. جميله كانت قاعده ورا. متشكره قوي يا رامز، انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه، قصدي يعني من غيرك انت وسحر. ما تقوليش كده يا جميله، مفيش بينا الكلام ده. سحر بصت لاختها. فكرتني يا جميله، ده ماما كانت عازمانا كلنا وعايزانا نروح لها، يا ريت تظبطي مع امجد جوزك وبقولي لنا فاضيين امتى علشان نتقابل هناك. حرام عليك يا سحر بقى، ما تفكرنيش بيه، ده انا اصلا مش طايقه اسمع سيرته. ليه يا بنتي؟ حاولي بس تتعاملي مع جوزك كويس وما تعمليش مشاكل، وان شاء الله حياتك هتبقى كويسه. هقولك ايه بس يا سحر، ما انت ما تعرفيش اللي فيها، ده والدته بتتدخل في كل حاجه في حياتنا، ده طول الوقت بيمشي ورا كلامها، ما بيعملش اي حاجه غير اللي هي تقول عليه بس. تخيلي ان هي اللي بتفكر لنا نخلف تاني ولا لا.
رامز كان سايق العربية. ايه ده؟ هو جوزك اتجنن هو وامه ولا ايه؟ يا ريته كان زيك يا رامز، ما كنتش هتعب ولا اتبهدل بالشكل ده. انا عارفة حظي من الدنيا. كلهم وصلوا على الحضانة، وبعد ما دخلوا: ايه رأيك في الحضانة دي يا رامز؟ انا شايفاها ان هي حلوة قوي وقريبة كمان من بيتكم. يعني انا كده ممكن اجيب البنت على الحضانة واجي اقعد معاكم انت وسحر. سحر بصت لها: بس انا حاسة ان الحضانة دي مش احسن حاجة، ايه رأيك لما نشوف غيرها؟ رامز قال لها: بالعكس، ده الحضانة دي كويسة قوي يا سحر، وعلى رأي جميلة تبقى تجيب البنت وتيجي تقعد معانا. سحر كانت متضايقة قوي. خلاص، اللي يريح جميلة. انا خلاص استقريت على الحضانة دي، طالما قريبة من بيتكم يبقى هتكون مناسبة ليا قوي. جميلة قدمت لنورة بنتها في الحضانة اللي قريبة من بيت اختها، وبعد ما خلصوا راحوا هما التلاتة يتغدوا مع بعض في مطعم. رامز بص لهم: يلا يا جماعة شوفوا تطلبوا ايه. جميلة قالت له: اختار لي انت على ذوقك يا رامز، مش كفاية اني تعبتك معايا النهاردة ونزلتك مخصوص وانت تعبان؟ لا، براحتك يا جميلة، انا موجود في اي وقت ما تحتاجيني اتصل بيا. بقولك ايه، المطعم هنا بيعمل اصناف اكل قوي، كل الاصناف اللي انت بتحبيها. عايزة تاكلي ايه بقى؟ سحر بصت لجوزها بخبز. علشان كده جبتنا هنا يا رامز، وكمان فيه الاكل اللي انت بتحبيه يا سحر. كلهم طلبوا الاكل وبداوا ياكلوا. جميله بصت لاختها: الا قوليلي يا سحر، عملتوا ايه في خروجتي امبارح؟ اكيد طبعا اتبسطتوا. تعرفي كان نفسي اخرج معاكم قوي واشم نفسي، بس اعمل ايه في اللي اسمه امجد ده، طول الوقت طبق على نفسي. لا والله يا حبيبتي ما رحناش حته، ما انت شفت رامز جوزي كان تعبان. ايه ده؟ هو انت تعبت من امبارح يا رامز؟ وانت ازاي يا حبيبتي ما تتصلش بيا كده جوزك يبقى تعبان وما تقوليليش؟ على الاقل كنت اطمنت عليه. ما انا كنت معايا حبيبتي، ايه لازمتها بقى ان انا اقولك؟ لا طبعا يا سحر، المفروض كنت تقوليلي. الف سلامة عليك يا رامز، ان شاء الله اللي يكرهك وانت لا. طيب يا جماعة، مش يلا بقى ناكل قبل الاكل ما يبرد؟ بعد ما كلهم اكلوا، رامز اخد جميلة وصلها البيت، وبعد كده روح هو وسحر في اوضة النوم في بيت سحر. كانت واقفة بتتخانق معاه: لا، اللي بيحصل ده كتير قوي، انا اتخنقت. انا نفسي افهم، انت امبارح تعبت لدرجة ان انت ما قدرتش تنزل الشغل ومرضتش ان احنا نخرج مع بعض. لما الست هانم جت النهاردة قمت جري ولبست عشان تروح تقدم لبنتها في الحضانة. يوه، هو احنا يا مدام مش هنخلص بقى من الموضوع ده؟ انت ما بتزهقش يا سحر؟ انا عايزه افهم ايه الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع اختي دي؟ انت نسيت ان انت مجرد جوز اختها؟ اختك بتتعامل معايا عادي على فكره، انت اللي دماغك بدات تخرف. لا على فكره انا مش بخرف، لما تبقى بتعيط في حضنك وتيجي تلجأ لك انت يبقى مش بخرف، انا واعيه لكل كلمه بقولها. لا، الظاهر كده ان انت اتجننت ولازم تتعالجي. فايه يا سحر، ما تفوقي لنفسك. ايوه، دافع يا اخويا، بكره انت كمان تترمي في حضنها. لا، ده انا خلاص ما عدتش طايق، انا هنزل اروح في اي حته. انا لو فضلت في البيت ده اكتر من كده هعمل مشكله كبيره قوي. رامز نزل وساب مراته وفضلت قاعده متضايقه، وكانت عماله تفكر: معقوله اكون مزوداها؟ طيب ما برضه ما ينفعش ان هي كل شويه تترمي في حضنه كده واي مشكله تلجأ له هو. اهدي يا سحر اهدي، مش كل مرة تعملي مشكلة وتتخانقي مع جوزك. لا، ده كده ممكن يزهق منك. قامت دخلت اوضتها تنام، وقررت لما جوزها يرجع تصالحه. اما في بيت جميلة، امجد كان واقف قدامها: عملت ايه يا ست هانم؟ رامز وسحر جم معايا وقدمنا للبنت في حضانة، ده ما سابونيش. وهو البيه جوز اختك يروح معاكم ليه؟ الراجل يا سيدي وبيمشي معانا بدل ما نروح لوحدنا. انا مش شايف حاجه، روحي يلا حضري لي الاكل بسرعه. اعمل حسابك، ماما عزمانه بكره عندها على الغدا، لازم نروح. اروح فين؟ انا ما بطيقش حد من اهلك. ما هو انا كمان ما بطيقش حد من اهلك وبتحملهم علشان خاطرك، فياريت انت كمان تيجي على نفسك وتيجي معايا بكره على الغدا بدل ما اروح لوحدي. ماشي يا ستي، هروح، بس مش علشانك انتي، علشان اعرف انتي بتقولي ايه عليا لما بتشوفيهم. طبعا حكيم، انا عارفك يا جميله، عارفه لو فكرت تغلطي فيا في يوم من الايام
ما تعرفيش انا ممكن اعمل فيكي ايه. تاني يوم في بيت سامية مامة سحر كلهم كانوا متجمعين. امجد كان قاعد وقرفان قوي. وانت بقى يا رامز عامل ايه في شغلك؟ ماشيه كويس قوي يا امجد. بس كتر خيرك ان انت رحت مع مراتك وجميله امبارح، ما كانلوش لزوم يعني، كان ممكن سحر وجميله يروحوا لوحدهم. سحر اتكلمت بطريقه. ما انا قلت كده والله يا امجد. ازاي يعني يا جماعه؟ وبعدين ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ ازاي سيبهم يروحوا لوحدهم؟ امجد فجاه جاله تليفون وخرج البلكونه عشان يتكلم. وساميه ندت على سحر بنتها علشان تساعدها في المطبخ. سحر قامت ورامز وجميله فضلوا قاعدين مع بعض في الريسبشن سوا. الا قول لي يا رامز، عامل ايه انت وسحر مع بعض؟ مش عارفه ليه حاساكم متضايقين، هو حصلت حاجه؟ مفيش، اختك سحر بس بتحب تكبر الموضوع شويتين. ايوه ما انا عارفاها، البت دي طول عمرها فقريه، بقى تبقى متجوزه واحد زيك وتعمل معاك مشاكل؟ امال بقى لو كانت متجوزه واحد زي جوزي، والله يا رامز انا لو كنت متجوزه واحد زيك كنت ليل ونهار ابوس في ايديه وفي رجليه، بس هو النصيب بقى. سحر كانت واقفه وسمعت الكلام اللي اختها قالته وشافتهم وهم قاعدين يضحكوا ويهزروا مع بعض. اتعصبت قوي ودخلت المطبخ. شفت يا ماما؟ شفت بنتك اللي قاعده تتكلم مع جوزي وتهزر وتضحك معاه؟ لا وكمان بتسخنوا عليا. وايه المشكله بس يا بنتي؟ هما يعني بيتكلموا في حاجه عيب؟ يا ماما يا ماما حرام عليكي بقى، هو انت مش شايفه اللي بيحصل ده؟ ده بنتك كمان شويه ناقص تقعد على رجل جوزي، تقعد جنبه ولازقه فيه. اهدي يا سحر، استهدي بالله، اللي بتتكلمي عنها دي تبقى اختك الصغيره، مستحيل يا حبيبتي تبص لجوزك، ده هي بتتعامل معاه كأنه اخوها الكبير. حتى انت يا ماما كمان هتقولي لي الكلام ده؟ والله العظيم اللي بيحصل ده حرام. خلاص بقى يا سحر، امال ما تكبريش المواضيع. امال بقى لو ما كنتيش العقله الكبيره كنت هتقولي ايه يا حبيبتي؟ يلا خلاص انا خلصت اهو، تعالوا نخرج. ساميه وسحر خرجوا من المطبخ وقعدوا كلهم مع بعض. امجد اول ما حطوا الاكل كان بياكل وما استناش حد. جميله بصت له. ايه يا امجد اللي انت بتعمله ده؟ على الاقل كنت استنى اصحاب البيت لما يقعدوا، بتاكل كده كانك ما شفتش الاكل قبل كده. قصدك ايه يا مدام؟ ابطل اكل عشان حضرتك تقعدي؟ ساميه جت. خلاص بقى يا جميله يا بنتي، حبي الكلام اللي بتقوليه لجوزك ده. بالهنا والشفا يا امجد يا حبيبي، سيبيه ياكل براحته. كلهم قعدوا ياكلوا بعد ما خلصوا. امجد قام. انا هقوم امشي بقى، وانتي كمان يلا قومي معايا. هنمشي ليه بس دلوقتي يا امجد؟ هو احنا لحقنا نقعد؟ بقولك ايه، يلا نمشي. رامز بصله. بقولك ايه يا امجد، انا كنت هاخد سحر مراتي ونخرج احنا الاتنين نتمشى النهارده مع بعض، ايه رايك لما تيجوا معانا؟ لا انا ما بحبش اخرج مع حد. ليه بس ما تفكر وتيجي معانا، ده هننبسط قوي. سحر قربت من رامز وبدات تكلمه بصوت واطي. مش هو ده امجد اللي قلتلي قبل كده ان انت مش بتطيق ومش بتطوق تخرج معاه؟ دلوقتي بتعزم عليه ليه بقى؟ ما تسكتي شويه انت كمان ووطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. اصلا انا استغربت قوي، من امتى الحب ده كله نزل عليك فجاه كده يا رامز؟ وقلتلك اسكتي بقى، في ايه يا سحر؟ قلت ايه يا امجد؟ لا انا ومراتها هنروح دلوقتي. امجد وجميله روحوا البيت وسحر فضلت قاعده هي ورامز عند ساميه. في بيت امجد دخل وقعد في اوضه النوم. جميله كانت قاعده في الريسبشن وفجاه سمعوا الباب بيخبط. جميله قامت تفتح الباب. ايه يا عم عوض، في ايه؟ عايزين فلوس الميه والغاز يا ست هانم. فجاه امجد خرج من الاوضه وجرى على الباب. ايه يا عم زفت انت، مش قلتلك مليون مره ما تطلعش تخبط على الباب شقتي؟ انت مجنون يا بيه، احنا عايزين فلوس الميه والغاز اللي حضرتك ما دفعتهمش. يبقى تستنيني تحت لما انزل، انما تطلع فوق. جميله بصت لجوزها. يا امجد ادي الفلوس للراجل. اداله الفلوس وقفل الباب. انت ازاي يا ست هانم تقفي مع راجل غريب؟ انت اتجننتي؟ هو انت مستمع بودنك هو طالع علشان ايه؟ وبعدين هو انا يعني كنت واقفه بضحك ولا بهزر؟ وبعدين ده راجل كبير. المره الجايه تبقى تبص من عين السحريه الاول، لو اي راجل بيخبط ان شاء الله حتى يكون مين ما تفتحيش. ماشي،
خلينا بقى ندخل ننام لاني اتخنقت من الزعيق والقرف. جميلة وامجد دخلوا الاوضة، اما سحر ورامز ركبوا العربية بتاعتهم علشان يروحوا. هاي يا حبيبي، هتوديني فين؟ هنروح فين يعني؟ اكيد هنروح على بيتنا. نعم بيتنا؟ مش قلت ان احنا هنخرج؟ لا انا ما قلتش. لا يا رامز انت قلت بالاماره لما قلت الامجد وجميله يجوا معانا. ايوه اديكوا قلتي امجد وجميله كان هيجوا معانا، انما هم روحوا. يعني ايه؟ يعني علشان جميله اختي مش هتكون موجوده مش هنخرج؟ يعني انت كنت هتخرج علشان جميله؟ لا ده ما بقتش عيشه خالص. سحر انا مش فاهم انت بقيتي تفكري ازاي. خلاص يا رامز انا مش هتكلم، يلا بينا نروح. رامز وسحر روحوا على البيت، ورامز دخل ينام وهي فضلت قاعدة جنبه على السرير. كانت بتفكر تعمل ايه. اعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ اراقب تليفونه؟ معقولة يكون بيعمل حاجة من ورايا؟ الشك بدأ يدخل قلبه ومش مستريحة، اكيد في حاجة غلط في الموضوع ده. نامت من كتر التفكير، وتاني يوم الصبح رامز قام يلبس علشان يروح الشغل، وفجأة سمع باب الشقة بيخبط. طيب كمل انت لبسك يا رامز وانا هشوف مين اللي بيخبط. راحت تفتح الباب وتشوف مين، اتفاجئت ان جميلة اللي جت. جميلة ايه اللي جابك هنا؟ في حاجة حصلت ولا حاجة؟ لا اصل انا وديت نور الحضانة وقلت عاد اقعد معاك شوية وبعد كده انزل اجيبها. طيب تعالي يا جميلة خشي، كده كده رامز نازل الشغل دلوقتي عشان نقعد براحتنا. ايه ده؟ هو جوزك لسه منزلش لغاية دلوقتي؟ طيب كويس، ليه نصيب اشوفه. رامز كان سامع صوت جميلة، اول لما عرف انها تقعد غير ملابسه بسرعة وعمل نفسه تعبان. بعد شوية سحر دخلت تشوفه منزلش ليه. ايه ده؟ انت غيرت هدومك تاني ليه يا رامز؟ مش كنت نازل؟ معلش يا حبيبتي، اصل بعد ما لبست حسيت بشوية ارهاق ومش قادر خالص. مين اللي جه بره؟ دي جميلة اختي، ودت بنتها الحضانة وجت تقعد معايا. طيب كويس، روحي وانا هاجي اقعد معاكم كمان شوية. سحر خرجت قعدت مع جميلة، وبعد شوية رامز خرج وقعد معاهم. سلامتك يا رامز، سحر قالت لي ان انت تعبت، تحب اعمل لك حاجة تشربها او تاكلها؟ متشكر يا جميلة، كتر خيرك، انا بقيت كويس. ما تقومي يا سحر تعملي اي حاجة لجوزك بدل ما هو تعبان كده. سحر بصت لجوزها. حاضر يا حبيبي، هقوم اعمل لك ينسون على ما الاكل يتعمل. سحر دخلت المطبخ بس كانت حاسه ان رامز بيكذب، وقفت تسمع هم هيقولوا ايه. جميله قربت منه. وحشتيني قوي يا رامز، انا ما بصدق اجي هنا علشان اشوفك. انت كمان وحشتيني قوي، بس هنعمل ايه؟ انا تعبت يا رامز، كل شويه تخيل ان هي قاعده معاك هنا وان هي في حضنك. انا بجد ما عدتش طايقه اللي اسمه امجد ده ولا حتى سحر اختي. اسكتي اسكتي، وطي صوتك بدل ما اختك تسمع اي حاجه، ما انت عارفاها. سحر كانت واقفه بتبكي، ما كانتش مصدقه اللي بتسمعه. رامز وجميله خرجت تزعق. علشان كده بقى يا حبيبي، كل يوم لما بتيجي هنا انت بتقعد في البيت وما بتنزلش الشغل، وانت يا ست هانم عامله الحضانه بتاعت بنتك حجه علشان تيجي هنا وتشوفوا جوزي. جوزي وحشك قوي. رامز قام وقف. اهدي بس يا سحر، انت اكيد فاهمه الموضوع غلط. هو ايه اللي فاهمه غلط؟ انتوا بتشككوني في نفسي، انا سمعت كل حاجه دلوقتي بوداني. انت بتعرف اخت عليا يا رامز؟ بتحب اختي؟ جميله حاولت تدافع عن نفسها. سحر كفايه قوي الكلام اللي انت بتقولي ده، انت اكيد يا حبيبتي فاهمه الموضوع غلط. صدقيني الكلمه دي زلت لسان، انا قلتها له كاني بقولها لاخويا. امشي اطلعي بره بيتي، اطلعي بره، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. سحر طردت اختها بره وفضلت تبكي، وجريت على اوضتها تلم هدومها، ورامز راح وراها. في الاوضه طلعت شنطتها وبدات تحط هدومها. يا سحر اهدي، استهدي بالله كده، صدقيني اللي حصل ده كان غصب عني. بصراحه اختك اللي طول الوقت كانت بتقرب مني وكانت بتتصل بيها وبتشتكي لي من جوزها. ما انا قعدت اقول لك ان في حاجه غلط، بس حضرتك كنت مبسوط من اللي بيحصل. اختي كانت عاجباك قوي. انا عايزك انت يا سحر ومتجوزك انت. انا رايحه بيت امي، وورقه طلاقي توصلني في اسرع وقت. سحر مشيت على بيت والدتها وحكت لها عن كل اللي حصل.
سامية كلمت جميلة علشان تروح لها. أول ما جميلة وصلت بيت سامية أمها شدتها من دراعها. بقى أنت يا بنتي يا جميلة بتعملي كده في أختك؟ الله يخرب بيتك. ما أنا قلتلك يا ماما إن أنا غلطت، كفاية بقى. كفاية إيه؟ بتبص لجوز أختك يا مجنونة؟ أنت يا بنت عبيطة. أيوة بصيت له وحبيته غصب عني، وبعدين سحر أختي دي حظها حلو في كل حاجة، أخدت جوز محترم وكويس وبيحبها وعنده فلوس وعيشته كويسة، إنما أنا بقى أخدت واحد تصرفاته زي الزفت، ده غير بقى إني بخيل وابن أمه. سحر بصت لها وما كانتش مصدقة. إيه الغل والحقد اللي في قلبك من ناحيتي ده؟ أنا بجد مش مصدقة نفسي. أنا طول الوقت كنت بكدب نفسي وبقول أكيد في حاجة غلط. إيه البجاحة دي؟ لولا إن أنا عارفة إن أنا لو قلت لجوزك هيخلص عليكي كان زمان رحت له وفضحتك قدامه، بس أنا مش زيك. سامية بصت لبنتها. امشي يا جميلة اطلعي بره، من النهاردة ملكيش أم، أنا هعتبر إن بنتي ماتت. يا ماما انت برضه هتقفي في صفها؟ لا يا حبيبتي، انت اللي واحدة مريضة ولازم تتعالجي، انت مستحيل تكوني بني آدمة طبيعية. امشي يا بنت اطلعي بره. جميلة مشيت وسحر فضلت تبكي. عدى كذا يوم ورامز طول الوقت كان بيحاول يكلم سحر لكن ما كانتش بترد عليه. راح لها لغاية بيت سامية. صدقيني يا سحر انا ندمت، انا عارف ان انا غلطت في حقك وان انت ما تستاهليش مني كده. ارجعي البيت وحش قوي من غيرك. ندمت؟ انا مستحيل اسامحك ابدا، حتى لو رجعت في يوم من الايام عمري ما هنسى ان انت بصيت لاختي في يوم. صدقيني انا والله العظيم هقطع علاقتي بها خالص، عمري في حياتي ما هكلمها ولا هقابلها في اي مكان، ده انا حتى كمان عملت لها بلوك من كل حاجه، مش عايزه اشوف وشها تاني ابدا، بس ارجوك ارجعي البيت وحش قوي من غيرك. مامتها بصت لها. انا مش هجبرك على حاجه يا سحر، اعملي يا حبيبتي اللي انت حاساه، بس انا من رايي ان انت ممكن تدي لجوزك فرصه، ولو ما اتعدلش بيت امك مفتوح لك. خلاص ادوني فرصه افكر. رامز مشي وعدى فتره وسحر طول الوقت كانت بتفكر وما كانتش عارفه ترجع لرامز ولا لا، ولو رجعت هتقدر تنسى اللي حصل وان هو بص لاختها في يوم من الايام، ولا تتطلق وتنساه وتفتح صفحه جديده، وموقفها مع اختها هيبقى ازاي. جميله فضلت عايشه مع امجد ومتحمله الذل وتدخل امه، لانها لو اتطلقت ما كانتش هتلاقي حته تروحها بعد اللي حصل. اختها ومامتها ما بقيش طايقين يشوفوها، لكن اللي كان موقفه صعب قوي كانت سحر اللي ما كانتش عارفه تعمل ايه. اتمنى اشوف ارائكم في التعليقات، لو في اي واحده مكان سحر ايه التصرف الصح اللي ممكن تعمله؟ تتطلق من رامز ولا ترجع له وتديله فرصه تانية؟ ودي كانت نهايه قصه النهارده. اتمنى ان القصه تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده ان شاء الله. أنا هيا، كل عام وأنتم خير، أحبكم كتير، حطوا لايك سبسكرايب شير، أحبكم I love you باي.